السلام عليكم غسالات ديالي. رمضان كريم، يدخل عليكم بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو إن شاء الله. البنات، بما أننا في شهر كريم والصيام كنعرفوا الصيام يعني ما كنشربوش الماء، يعني نهار كامل الجسم ديالنا كيكون ناشف. من بعد الفطور يعني ما كنشربوش الكمية الكافية أو الكمية اللي كيحتاجها الجسم ديالنا ديال الماء. قليل اللي غيشرب واحد يوتر ونص حتى 2 يوتر ديال الماء مور الفطور. المهم البنات، أنا هنايا كنستعمل واحد المرطب، لأننا كي ما كنشربوش الماء البشره ديالنا كتنشف، كتكونوا تجاعيد، كتكونوا ترهلات، كتبقى تقشر البشره ديالنا، كيبانوا مشاكل في البشره ديالنا. باش نجنبوا هذا الشيء البنات، انا غنشارك معكم هذا المرطب هذا اسيد الهيالورونيك، هو اللي كنستعملو انا. كنستعملو من قبل، ولكن بالخصوص في رمضان كنستعملو بزاف، كنعتمد عليه بزاف. بديتو سيمانه قبل رمضان. اول حاجه البنات، كيعطينا وجه ممتلئ مع الاستعمال اليومي والاستمراريه في الاستعمال، كيعطينا وجه ممتلئ. كيعطينا البنات واحد ليكلا للوجه ديالنا، واحد ليكلا كيعطي واحد الرطوبه البنات، كيرطب البشره ما تصوروش، كيعطي واحد البشره ديال لي بيبي. البنات الا كنتو كتعانيو من التجاعيد كنصحكم باسيد الهيالورونيك البنات. علاش؟ لان كيحفز انتاج ديال الكولاجين، راه غزال بزاف، لا في الترطيب لا في النضاره لا في الامتلاء ديال الوجه ديالنا. راكم كتقلبوا بزاف كتقول لك وجهي ضعيف ماشي ممتلئ. الا استمريتي في الاستعمال ديالو كيعطيك وجه ممتلئ، وما كيعطيكش لي غيد، يعني ما كيبقاوش لي غيد، كيأخر حتى لي غيد. راه غزال بزاف البنات. المهم الطريقه ديال الاستعمال شنو هي؟ انا كنستعملو كي كنغسل وجهي، المهم تستعملوه الصباح وفي العشيه اكيد، ولا بغيتو غير في الصباح انا كنستعملوه في الصباح. في الليل عندي روتين واحد اخر. كنغسل وجهي، كي كنشفو ما كنشفش وجهي 100%، كنخلي واحد شويه وجهي باقي فيه الرطوبه ديال الماء، اولا كندير صباعي هكا في الماء كناخذ لو جيل ديال اسيد الهيالورونيك. ها نتوما البنات كناخذو نديرو في صباعي، ولا نديرو مباشره على البشره ديالي، كنديرو مباشره وكنبقى نماسا البنات، يعني كنبقى نحاول ندير به واحد الماساج. وهنا كنصحكم هاد الاسيد الهيالورونيك بالضبط يمكن لكم تستعملوه للوجه كامل. كي كنقول وجه كامل يعني نستعملوه حول العينين البنات، ما تخافوش انا ديما كنستعملوه عاوتاني. كي كنديرو هو ما كنحتاجش ندير واحد شي اونتي سير، ولا كنزيد شي حاجه العينيه، كنستعملو فقط هو. كنديروه في حول العينين كامل، كنديروها البنات الشفايف ديالنا حتى هو كنديرو. راه ما كيفطرش البنات، لان استعمال خارجي فقط، حنا ما غاديش ناكلوه، فقط كنرطبوا الشفايف ديالنا لاننا مع الصيام الجسم كينشف، وبزاف اللي عنده داك الجفاف الشديد وكيبقاو حتى كيتشقوا الشفايف ديالهم. المهم كنستعملوا الوجه كامل مع ماساج، وما تنساوش الحنق ديالكم مع ماساج، راه غزال بزاف بزاف، كنصحكم به.